يجري وراء المال في الدنيا من حلال ومن حرام. كل واحد شغله الشاغل انه يجمع، شغله الشاغل انه يعمر، شغله الشاغل انه يبقى اغنى واحد، شغله الشاغل انه يلبس احلى لبس، شغله الشاغل لا يبالي في اي شيء من امور الاخرة الدنيا. خليني اقول لك آية واقول لك حديث. هبدأ لك بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله لنعلم جميعا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أن الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طال البقاء فيها فأنت فيها ضيف. قال النبي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال صلى الله عليه وسلم حديث رهيب، قال النبي: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة. أغنى واحد في الدنيا ربنا هيجيبه يوم القيامة. بالله عليك ركز معايا. فيغمس في النار غمسة واحدة، وفي رواية تانية يصبغ في النار صبغة واحدة. شفت انت كده لما بتمسك البريوش كده ولا اي حاجة وبتحطه في اللبن او في الشاي، مركز معايا؟ هيتحط في النار غمسة ويخرج بس. هتقعد دقيقة مش هتكمل، هتقعد لحظات مش هتكمل. هو مجرد ما بتحط واطلع على طول. هيعمل ايه الراجل ده بعد ما لبس وكل وشرب وسكن واتمتع وعمل كل اللي نفسه فيه في الدنيا من حلال وحرام؟ ربنا يجيبه يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة، ويجي ربنا يقعده قدام عينيه ويقول له: عبدي نعم يا رب، هل رأيت نعيما قط؟ ربنا عاوز يقول له: انت شفت نعيم قبل كده؟ المتوقع ده انا في الدنيا ما اقولكش، ده انا كنت بعمل ايه في الدنيا ما تحكيش، ده انا ما اقولكش عيشتي كانت عامله ايه انا ومراتي وعيالي، ده انا بص كنت سلطان زماني. لا لا لا، فيش الكلام ده خلاص. بغمسة واحدة بس في جهنم، غمسة واحدة بس. هل رأيت نعيما قط؟ انت شفت نعيم قبل كده؟ انت شفت متاع قبل كده؟ انت شفت راحة قبل كده؟ فيقول: لا يا رب، ما رأيت نعيما قط، وذلك بغمسة واحدة في النار والعياذ بالله. يعني بغمسة واحدة نسي عمره اللي عاشه كله، بغمسة واحدة بس نسي حياته اللي كان منعم فيها، بغمسة واحدة بس في النار نسي فلوسه ونسي شركاته ونسي عربياته ونسي عياله ونسي اللهو واللعب والشهوات والملذات كل اللي كان في الدنيا نسيه. بإيه؟ بغمسة واحدة بس في النار. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا يوم القيامة. أكتر واحد كان فقير في الدنيا، أكتر واحد كانت عيشته كلها شقاء، أكتر واحد عيشته كانت كلها معاناة وتعب، أكتر واحد ما كانش بيعرف يأكل. يعني لو كان كل يوم في يوم كده كل عيش وجبنة، ده كده بيحمد ربنا ويبوس ايده وشه وظهره. لو مشي كده وممكن يشتري مثلا جلباب واحد ولا قميص واحد في السنة كلها، ده رضا قوي عنده. يعني واحد كان من افقر الناس، ما كانش عنده فيلا، كان قاعد في بيت بالطين. احنا كلنا فلاحين وبنفهم بعض. كان قاعد في بيت بالطين كده، ما كانش عنده عماير،
كان مقضيها طول عمره مواصلات، ويمكن معهوش حق المواصلات، كان بيمشي على رجليه. خلي بالك، يؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة فيغمس فين بقى؟ في الجنة غمسة واحدة. نفس الغمسة اللي التاني اتغمسها في النار، ده ربنا هيغمسه في الجنة غمسة ويخرج. ثم يجلس بين يدي الله فيقول الله عز وجل: عبدي. نعم يا رب. هل رأيت شقاء قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت حزنا قط؟ انت شفت فقر قبل كده؟ انت شفت معاناة قبل كده؟ انت شفت حزن قبل كده؟ حالك في الدنيا كان عامل ايه؟ فيقول: لا يا رب، والله ما رأيت في حياتي بؤسا أبدا، وذلك بغمسة واحدة في الجنة. عايز تقول لي ايه يا عم الشيخ من الحديث ده؟ عايز اقول لك انك بغمسة واحدة بس في النار هتنسى حياتك والعيشة اللي انت عايشها، وبغمسة واحدة بس في الجنة هتنسى الفقر والتعب والنصب والهم والغم والحزن، بغمسة واحدة بس. انا عايز اقول الدنيا اللي احنا بنجري وراها دي ملهاش اي قيمة عند ربنا. امال تقول ايه للناس اللي جريها كله في الدنيا ورا الحرام؟ تقول ايه للناس اللي مقضياها لهو ولعب وحرام؟ تقول ايه للناس اللي كل شغلها ومالها من حرام؟ تقول ايه للناس اللي بيقاطعوا اخواتهم بالسنين علشان خاطر الورث والميراث والفلوس دنيا؟ تقول ايه للناس اللي مجرد ما ربنا يكرمه ويسافر اول حد ينساهم امه وابوه، اول حد يقاطعهم ويتكبر عليهم اخواته، اول حد ينساهم عياله، اول حاجة اصلا بينسى نفسه وبينسى ربنا. ندعوه في البحر ان ينجي سفينتنا ولما وصلنا الشاطئ عصيناه. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا اللي خلت مراتك تسخنك على امك وابوك، هي دي الدنيا، هي دي الدنيا اللي خلتك هاجر للمساجد ومخليك تصلي 5 فروض في البيت زي النساء واعزكم الله. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا وبدون عذر، هي دي الدنيا اللي خلتك تشتغل ساعة وتنام 10 وتقول لك فلوسي حلال. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا اللي مخلياك معايش جيرانك في عذاب ومخلياك بتسخر من جيرانك علشان انت غني وهم فقراء. هي دي الدنيا اللي خليتك تعاير اخوك علشان انت سافرت وهو ما سافرش. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا اللي هتيجي يوم القيامة تصبغ في النار صبغة واحدة فتنسى نعيم الدنيا وأهل الدنيا إطلاقا. قال ربي في كتابه آية كلنا حافظينها بس مش كلنا سمعناها بقلبنا، بنسمعها من هنا ونخرجها من الناحية التانية. اسمعها بالله عليك بقلبك، بقلبك كده وعيش معاها وصلي بيها في قيام الليل، هتلاقي نفسك بتعيط والله، هتلاقي نفسك زعلان على حالك، هتلاقي نفسك بتقول ايه قلة القيمة والذل والمهانة اللي انا واضع نفسي فيه ده. تطلع ايه الدنيا اللي مخلياني ناسي حياتي دي؟ اسمع ربنا يقول لك ايه: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يا غني يا اللي معاك فلوس كل متاع الدنيا قليل، يا اللي ماشي على الأرض يا أرض تهدي ما عليك أدي، كل متاع الدنيا قليل. يا اللي عايز بس إنك في وقت معين تكون حوشت ثروة معينة، كل متاع الدنيا قليل.